لا أحس حالي مخنقة هيك هون طلع. هاي كيفكم؟ المهم كيفكم؟ شو أخباركم؟ بعرف إني إلي غايبة وقت منيح، بس تصدق أو لا تصدق إنه أنا كنت مريضة هذا الوقت، يعني تقريبا يعني امبارح ما كنت مريضة صراحة، بس قبل يوم بلا إنه كنت تعبانة مريضة صراحة، وكان يعني وضعي سيء. إنه أنا فكرت بالأول إنه راح أنا فلوزت تمام، فبس يعني كانت فلوزة قوية تمام، وأنا فكرت إنه أنا ما راح ألقط هاي العدوى، لأنه كل الناس اللي بعرفهم مرضوا، يعني حتى معي في البيت مرضوا، فأنا فكرت حالي إنه أنا ما حلقط العدوى بس لقطتها، وكانت سيئة صراحة. يعني هي بتهد الجسم كله، مش بس إنه ما كان بس تأثير إنه مرشحة أو هيك، لا إنه كان كله هيك تعب، عرفتوا كيف؟ فهو كان ميكس من التعب كله هيك مرة واحدة إجا. أنا جد ما كنت قادرة يعني أحكي، حتى إنه كان الحكي علي صعب، لأني كنت كتير كل شوي أوح، يعني عرفتوا إنه كل شوي في بأوح عادة، فيعني في كان كتير أشياء ورا الموضوع. المهم هيني رجعت. جهزوا لي حالكم، لأنه اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم أنبوكسينج. اسمعوا كتير متحمسة أنا، هذا ترى واصل من امبارح، لا هو وصل امبارح، بس متحمسة كتير أورجيكم الأشياء اللي وصيتها. هيك كلها أشياء غبية، هيك مش أشياء غبية، لا صراحة أشياء إنه كيوت. إنه أنا بحب تعرفوا إنه أنا بس أفوت أونلاين هيك وبحب إنه أشتري أشياء، أو بعلق بسكشن الأشياء هيك أشياء الهبل. أنا كتير بحب أفوت هناك بس هيك أطلع، حتى لما أروح محلات مثلا هيك فيها أشياء إنه أشياء أكتر من إشي، عرفتوها؟ هدول محلات الأدوات المنزلية مثلا أو هاي الأشياء هيك. طبعا الدنيا كتير برد، يعني مش إشي طبيعي، كتير برد، كتير مطر وضباب اليوم كمان، فالوضع سيء صراحة من كل النواحي. يعني دفوا في البيت، انتبهوا على حالكم. ايش كنت بدي احكي؟ بدي اسوي اظافري، حاسة ما بعرف. ايش كمان؟ كنت احكي لكم عن شغلة يمكن حكيت عنها قبل، بس حرجع احكي عنها هلا. في ويب سايت اسمه فيوتشر مي، اوكي؟ هاد الويب سايت جدا ويب سايت حلو تمام، هو بيجي كمان على شكل ابلكيشن، بس انا بتذكر اول مرة استخدمته يمكن كانت سنة 2016، يعني انا بحكي عنها زي كانها 1900 وخشب، عرفتوا هيك حاسة حالي تيتا وبحكي، لا بس جد والله استخدمته سنة 2016، وكان يعني من احلى الاشياء اللي اكتشفتهم. ما بعرف كيف اكتشفته وقتها. المهم فكرة الابليكيشن او فكرة الويب سايت انه بتفوتوا بتكتبوا لحالكم رسالة للمستقبل، يا اما بتعملوها بابليك انه الناس بيقدروا يشوفوها اذا فتحوا الويب سايت، يا اما بتعملوها برايفت انه بتوصلكم على الايميل تبعكم، بس طبعا لازم يعني خلص انه يكون هذا الايميل اللي دائما بتستخدموه، عشان انه بس توصلكم بالمستقبل توصلكم عن جد. وبتحددوا التاريخ اي سنة رح توصل، حرفيا ما في ليميت انه تقدروا تحطوا انه اي سنة ممكن توصل، عرفتوا؟ ممكن يوصلكم انتو عمركم 60 هيك 70 هيك، عرفتوا؟ عادي. ف كثير حلوة الفكرة. أنا كل بداية سنة بكتب لحالي مسج، كل 6 أشهر تقريبا بكتب لحالي مسج، وأحيانا هيك بس أكون إنه مثلا عم يصير معي إشي أو هيك بكتبه أول الشهر، بكتب رسالة لحالي أول الشهر، بحطها مثلا لآخر الشهر أو بحطها لبعد شهرين، عشان هيك أشوف يعني إنه إيش، عرفتوا كيف؟ هيك حلو الواحد إنه يشوف إيش كان بفكر بلحظة معينة بوقت معين، عرفتوا كيف؟ يعني أنا بتذكر وقت توجيهي أو اللي هو آخر صف من المدرسة الثانوية العامة، كتبت لحالي وقتها مسج أوكي إنه يوصلني بعد بسنتين، بس هيك، وأنا بطمن على حالي إنه كان مسج كتير غريب، إنه أنا وقتها كيف كان طريقة تفكيري، إيش الأشياء اللي كانت بتصير في حياتي، عرفتوا؟ يعني هيك كتير حلو. فبس والله هيك يعني بس حبيت أحكي فكرة البرنامج. اسم الويب سايت فيوتشر مي.
اسمعوا، أخيرا وصلت على البيت. كنت موصية مندي يوصل بالطريق قبلي، ما يتجوعوا، كان كتير